ديفا القمر دي كلبة إقامة عندي، واخدة 5 أيام. مستر مهند قال لي أنا مش هلاقي حد أأمن عليه كلبتي. طبعا هو والمدام مرتبطين بيها جدا وهو بيسمعني دلوقتي، فقال لي مش هلاقي حد أأمن عليه حاجتي غير عندك يا فادي. قلت له إن شاء الله نكون قد الثقة وقد الأمانة، وأمني كمان شوية أمانات تانية إن أدي حباية رافقته ليها، وأديها تطعيم السعار، وأديها تطعيم سماني، ويطلع رخصتها إن شاء الله، وتاخد كل الأدوية الخاصة بيها أو الأكل اللي هي ممكن ما كانتش مقبلة عليه، إن أنا أقدر أخليها تبقى مقبلة عليه ولكن بطريقتي برضو الخاصة. ولما ترجع تاني البيت تاكل الأكل اللي ما كانتش مقبلة عليه، بفضل الله صاحبها يكون بعد ان هي خدت الشاور بتاعها، اتعمل لها جرومينج، واتعمل لها قص اظافر. دلوقتي هتاخد حبايه البرافكتو بتاعتها، تمام، بعد ما اتعمل لها الجرومينج وخدت الشاور بتاعها وحط لها البرفيوم والبودر، وخرجت ولعبت وتعايشت مع كلاب كتير. زي ما انتم شايفين النفسيه كويسه جدا. في ألفة بيننا وبين الأليف اللي انت بتيجي تسيبهولي. استأذنك في مقص دايرة الحباية البرافكتو اهي، دي الحباية ودي الحباية بتطلع بالنمط ده زي ما انت شايف كده. دي بقى هناخد حباية دلوقتي، الدنيا بسيطة، شميها الأول، واحدة واحدة اهو. خدت الحباية، تمام، لأن ده حق عميلي عليا وثقته فيا إن يشوف بعينه فيديو ديفا وهي بتاخد الحباية الغالية اللي هو بيدفع ثمنها، بيدفع ثمن إقامتها، وعارف إن هو موديها لمين. موضوع الاستضافة ده بالذات في الوطن العربي كله عمره ما هيبقى زي عندي الأمانة والمصداقية. ليه؟ عشان شفت حاجات كتير فيها مهازل، مش هقول على المهازل دي لأنها كانت حاجات بشعة، منها كلاب طلعت بسبب الإهمال في الاستضافة ماتت. بالمناسبة كانوا أصحابها مرتبطين بيها جدا، فلك أن تتخيل نفسية صاحب الكلب مهما عوضته فلوس قد إيه هو من جواه محروق قد إيه. وده تطعيم السعار الخاص بالرخصة. في نفس الوقت هي ما خدتلوش وعدت ال6 شهور اهو. اهو ده تطعيم السعار اهو، قربي عليك كده اهو، تمام. هندي دلوقتي ديفا القمر. هذا بديك بس بالراحة مش هتحس بيها اصلا. حس بيها ولا حس بيها. الرفق بالكائن ده انه يبقى كويس، وانه يبقى ما يتألمش، وانه يبقى تمام. خد بالك طول ما الكلب محمي فيك في هذا المنظر، طول ما الكلب متابع معاك كده وهو 5 أيام وهو مركز انه يبقى محمي فيك طول الوقت، او بيتعامل معاك يبقى وهو حابب وهو ديله بيلعب كده وهي مبسوطة وهي قاعدة، دي لوحدها تبين لك مدى الأمان اللي انت هتسيب كلبك في المكان ده ليه. هذا بدوبة
ديفا ده اليوم اللي يعتبر السادس ليها عندي. بس خلاص. ديفا ده اليوم السادس عندي زي ما انتم شايفين، وقلت لكم انها جايه اقامه. مبسوطه جدا جدا، وزي ما انتم شايفين الوضع اللي هي فيه عامله ازاي ونضيفه ازاي، في نفس الوقت شعريتها عايشه ازاي، مش قاعده في مكان زي ما احنا قلنا قبل كده الاماكن اللي بيقعدوا فيها كلاب الاقامه. دي بقى تاخد تطعيمها دلوقتي برضه اللي هو السوماني. عشان زي ما انا قلت لكم الامانه مش مجرد كلام، الامانه فعل، وخصوصا لما تكون على روح ما بتتكلمش. هدي ديفا دلوقتي التطعيم بتاعها زي ما صاحبها طلب انها تاخد تطعيماتها وحاجتها عادي. اهي سهلة وبسيطة، ولا ديفا اتألمت ولا أي حاجة، ومبسوطة جدا. ايه ده دكتور؟ يلا ديفا، هاي 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 ديفا. ديفا دي نفسية كلبك لما بتبقى عندي هنا في المكان، هو بيعتبره مكانه، اوريدي مبسوط مستريح بيلعب، ما بيتضربش. هي مش كلبتي الأساسية ولا أنا اللي مربيها، اللي مربيها مستر مهند بيتفرج على الفيديو ده. بس ديفا مبسوطة جدا وشهيتها كويسة جدا، وراحتها النفسية دي مهمة بالنسبة لي. المادة مش أساس كل شيء، إنما مدام اؤتمنت على روح هو ده كل شيء. عشان تعرف مدى أمان كلبك موجود فين وبياخد الحاجة السليمة أو الحاجة اللي فعلا هو محتاجها. ده للودان كانت ودانها فيها سمار وزي فيها شمعة زيادة، نفس الوقت فيها التهاب ومضايقاها، فطبعا في قطرة، وقطرة بيطري مش قطرة بشري. تمام، برضو دي أمانة. العميل النهاردة بيقول لك اعمل اللازم، لازم تبقى مظهر له كل شيء بيحصل. تمام اهو ده بيحصل اهو. بس خلاص اوكيات كل ده متابع مهتم بيه جدا. في موضوع اقامتك عندي، الاقامه مش سهله، ومش اي حد تسيب له كلبك اللي هو. ودي الوجبه الثالثه بتاعتها النهارده، دراي رويال. انا بحب الستارتر جدا حتى للكلاب الشبابات او الكبيره. طبعا بفك لها خلي بالك، اختار استضافتك عند مين؟ للعزيز والغالي عليك، لان انت بتعتبره فرد من اسرتك، ما بتعتبرهوش حيوان عابر في حياتي ربيته والسلام. ودي الفئة اللي انا بخاطبها، اللي ما تعرفش المشاعر والاحاسيس اللي كان بيحس بيها، وان يكون مبسوط، وان يكون قاعد هادي، وان يكون ريلاكس، وان يكون ما عندوش مشاكل نفسيه، وان يكون الكلب
تعالي يا ديفا، تعالي. جود جيرل، جود جيرل. نظافة الكلب بص عاملة ازاي؟ كلب مش نايم على حمامه، كلب مش متبهدل، كلب مش معضوض، كلب ما فيهوش حساسية، ما فيهوش أي مشاكل. كلب بص طول الوقت هو بيلحس فيك، مبسوط، ما عندهاش أي مشكلة. لما نسيب ديفا أهو وديفا تلعب، تعالى يا ديفا، إن الكلب بص يكون مبسوط وكمان مرتبط بيك في ظرف قد إيه؟ في ظرف 5 أيام استضافة. الموضوع مش فلوس، الموضوع في النفوس. وانت بتاخد كلبك مني سواء استضافة او شاريه من عندي، انا بديك البورتفوليو الخاص بالمزرعة. لو في حاجة انت عايزها لكلبك خاصة بيه او هو محتاجها، انا بحطها لك في التقرير. ديفا النهاردة واخدة برافكتو، واخدة السعار، واخدة السوماني، واخدة جرعات ديدان، طلع لها كمان الرخصة بالكوين بتاعها. تمام؟ عشان دي ايه؟ دي مصداقية للعميل اللي طلب ده، اللي هو صاحب الكلب. مش يجي اقول له اديت زي مزارع تانية وعملت وسويت والسلام عليكم هات فلوسك عشان عايز اخد فلوسه وهو يمشي خلاص وخلصت الحكاية. زي ما قلت لك الموضوع مش مادة، الموضوع امانة.